ميزانية شهرية ب2000 جنيه ل7 أفراد. إزاي نعمل مع بعض ميزانية ل7 أفراد وميزانية تكون ب2000 جنيه وفي نفس الوقت تكون ميزانية اقتصادية وعلى قد الإيد وفي نفس الوقت تكون برضو شاملة كل خزين البيت. هنعمل مع بعض ميزانية متكاملة، بس تعالوا نشوفها لغاية آخر الفيديو هتكون عاملة إزاي. بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو لسه جديدة عندي في القناة وأول مرة تشوفيني وحابة تدعميني فما تبخليش عليا باللايك بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة الميزانية طلبت مني ميزانية ل7 أفراد في حدود ال2000 جنيه، تمام، وعندها تموين، عندها زيت سكر شاي مكرونة. فهنوزعها ازاي؟ هنوزعها هنا بخزين 400 جنيه. هنجيب منه ايه؟ هنجيب 12 كيلو رز، سعر الكيلو 17 جنيه، ده اقل سعر موجود في السوق، مع ان في 16 وفي 15 لو احنا دورنا في اوكازيون ودورنا في بيت الجمله ودورنا في فتح الله. طيب هنجيب هنا ب 36 جنيه بكليات، المقصود منها ربع عدس اصفر، ربع عدس بجبه، ربع فاصوليا، ربع لوبيا، تمام، او طمن او حسب ما انت حابه او حسب الاصناف اللي انت عايزاها في حدود ال 36 جنيه. ازازه خل ب 9 جنيه. هنجيب هنا سمنه، تمام، ب 50 جنيه، لو كيلو سمنه تمام ب 50 جنيه، ونحاول نقلل منها شويه هي مش مفيده، تمام. او هنحاول ان احنا مثلا لو هي زي ما هي ب 40 جنيه هنجيب كيلو وربع من السمنه. عطاره بحدود ال 30 جنيه اللي هي الحاجات الضروريه والاساسيه اللي انت محتاجاها. ب 15 جنيه مرقه وملح. 2 كيلو دقيق ب 32 جنيه، تمام، هيتبقى معاكي 18 جنيه. لو انت مش جايبه شعريه من ضمن التموين بتاعك تقدري تجيبي كيس شعريه. لو انت عندك من ضمن المكرونات تقدري تشوفي ايه اللي ناقص عندك وتقدري ان انت تزوديه. ولو الاسعار عندك مختلفه عن الاسعار اللي انا كاتباها تقدري برضو ان انت تزودي بيها الاسعار بتاعتك. الخضار هنحط له 300 جنيه. انا حاطه هنا لكل صنف كيلو، تمام، وسعر الكيلو بتاعه حسب الموجود في السوق، ولسه انا كنت جايبه الحاجه بتاعتي من السوق وعارفه ان الاسعار دي موجوده في السوق. طيب لو انت بتستخدمي خضار اقل فهتقللي في كميه الخضار حسب ما انت حابه. تقدري برضو تشيلي الاصناف اللي انت مش حباها وتحطي اصناف تانية برضو براحتك. انا بقولك تقدري تجيبي ايه ب 300 جنيه للخضار. ب 10 جنيه سبانخ، ب 10 جنيه توم، ب 10 جنيه قلقاس، ب 15 جنيه فاصوليا، ب 10 جنيه قرنبيط، يعني اما قرنبيطايه بس حدود 10 جنيه، اما هتجيب القرنبيط اللي هو متنضف جاهز او متقطع دوت بيتباع برده في السوق بالكيلو، تمام، هيبقى برده الكيلو في حدود ال 10 جنيه او ال 12 جنيه، ده اللي بالذات اللي مش عارفه سعره بالظبط. ب 20 جنيه كرنب، تمام، كرنبايه كده في حدود ال 20 جنيه او كرنبايتين حسب ما انت حابه. ب 10 جنيه خضره، لزوم القرنبيط ولزوم الكرنب. ب 10 جنيه ليمون، ب 10 جنيه فلفل، ب 20 جنيه بصل، ب 10 جنيه بسله، ب 5 جنيه جزر، ب 10 جنيه خيار، ب 40 جنيه بطاطس، ب 10 جنيه بتنجان، ب 10 جنيه كوسه. كده لميت لك خضار السوق كله عامل كام؟ عامل معاكي 200 جنيه. اتبقى معاكي 100 جنيه هتجيبي منهم الطماطم حسب ما انت حابه وحسب الكميه اللي انت بتستخدميها في الاكل وحسب السعر اللي موجود عندك. طيب ده كده الخضار بتاعك. الفاكهه حطيت لك 100 جنيه هنجيب منها الفاكهه مثلا لو كل اسبوع 25 جنيه يعني تقدري تجيبي بيهم 5 كيلو فاكهه، تمام، في الاسبوع. سعر الرمان 5 جنيه، سعر الجوافه 5 جنيه، تمام، لو جبنا 2 كيلو جوافه على 2 كيلو رمان ادي كده 20 جنيه. سعر البرتقال دلوقتي 6 جنيه ونص، يعني برده شويه كده ممكن يرخص شويه. ممكن مثلا لو انا اخدت جنيه ونص فرق مثلا من البقاله يبقى جبت مثلا كيلو برتقال، 2 كيلو جوافه و2 كيلو رمان ادي كده 5 كيلو. حابه توفري شويه وتجيبي مثلا 2 كيلو بس في الاسبوع يبقى حدود ال 10 جنيه، يبقى عامل معاكي 40 جنيه وتاخدي ال 60 جنيه دول تزودي بيهم في بند اللحوم. طيب هتطلق 150 جنيه منظفات، هتجيبي بيهم ايه؟ هقول لك، وبرده انت ليكي كل الاختيار. ممكن تجيبي 2 كيلو مسحوق سايب، تمام، سعر الكيلو 12 جنيه، وتجيبي عليهم كيسين فانيش ب 8 جنيه، تمام، الكيس ب 8 جنيه يعني 2 ب 16 جنيه، هيبقى عاملين معاكي ال 2 كيلو 40 جنيه. تقدري تستبدليه بالمسحوق اللي هو اي نوع ب 25 جنيه الكيلو، يبقى ال 2 كيلو عاملين معاكي 50 جنيه. الصابون هنجيب 4 لتر صابون ب 16 جنيه وهنحط عليهم 4 اوكسي اللي هو بجنيه، تمام، وهقول لك اللي هو صابون السائل اللي هو الاوكسي او البريل وهوريه لك برده في فيديو عملي باذن الله هتشوفيه. هيحول لك اللتر دوت ل 2 لتر. طب هقول لك طريقته سريعه كده لغايه ما انزل الفيديو بتاعي باذن الله. هنحط لتر من الصابون عليه كيس من الاوكسي او بريل عليه معلقتين من الخل وهنزود بقيه الازازه اللي هي اللتر ال 2 لتر ميه وهنرجهم كويس جدا وشوف الرغوه هتبقى عامله معاكي ازاي وهيكفيكي اسبوع ل 10 ايام وعلى ضمانتي.
ب5 جنيه سلك مواعين، ب20 جنيه صابونة وش، يعني مش بصابونة واحدة، يعني 20 جنيه صابون للوش، ب8 جنيه كلور، ب10 جنيه ليفة مواعين، ب8 جنيه برسيل جيلي، ب8 جنيه كلور ألوان، ب8 جنيه معطر، ب8 جنيه تيتول. هيبقى باقي معاكي 15 جنيه تقدري تزودي الحاجة اللي انت عايزاها. شوفي الكمية اللي ناقصة عندك وتزوديها. لقيتي الكمية دي معاكي بالظبط تكفيكي الشهر كله، هنحط ال 15 جنيه ديت على سعر اللحوم. طيب يبقى احنا هنا فرق الاسعار او الاسعار اللي باقيه منك تقدري تحوليها لبند اللحوم لو شايفه ان الكميات دي مناسبه بالنسبه لك. شايفه ان في فرق في الاسعار، فالمبلغ ده بيبقى فرق للاسعار تقدري تحطيه ليه. الفطار حاطط له 500 جنيه، هجيب كيلو ونص فول تمام ب 42 جنيه، والحاجه بتاعته يعني ايه الحاجه بتاعته؟ العدس والفول مدشوش بحدود ال 13 جنيه. مثلا لو ربع كيلو فول مدشوش ب 6 جنيه وربع كيلو عدس ب 7 جنيه، يبقى 13 جنيه. يبقى كيلو ونص فول عشان ده مثلا في البيت هيعملوا معايا 55 جنيه. شوفي انت كل يوم بتجيبي كيس فول بكام تمام، وما بيكفيش الاسره ديت، فهتلاقي تدميسه في البيت اوفر بكتير. ب 20 جنيه فلافل، اللي مقصود بيها ان احنا هنجيب هنا ربع كيلو نص كيلو من الفلافل ب 12 جنيه، يعني الفول بتاع الفلافل الفول المدشوش ب 12 جنيه تمام. وهحط له مثلا اللهم صل عليك يا نبي 8 جنيه مثلا خضره، او ب 6 جنيه حسب الخضره اللي انت بتحبيها او كميتها في الفلافل قد ايه. انا حطيت لك حدود ال 20 جنيه، ممكن تعمليها باقل من كده حسب ما انت حابه. معلش انا اسفه صوتي مجهد جدا ومش عارفه، حاسه ان انا بتكلم بسرعه، يمكن من تأثير ان صوتي مجهد شوية، فبعتذر لكم لو انتوا حاسين ان انا بتكلم بسرعة شوية. هجيب هنا ب75 جنيه كيلو جبنة براميلي، حابة تستبدليها بالجبنة العلب هتجيبي تلات علب اللي هي ب25 جنيه، يعني في حدود كيلو ونص. نص كيلو بيف ب33 جنيه تمام، ده لو سعره 66 جنيه زي بتاع فتح الله. جايباه مثلا من بره اغلى، يعني مثلا نص كيلو ب40 جنيه، فبرضه هقول لك الباقي تجيبيه منين. كرتون البيض ب80 جنيه، يا اما ابيض يا اما احمر حسب السعر اللي هو ارخص عندك. في اماكن بيبقى البيض الاحمر فيها ارخص، وفي اماكن بيبقى البيض الابيض فيها ارخص تمام. نص كيلو حلاوه ب28 جنيه، 2 كيلو دقيق ب32 جنيه، ب10 جنيه بيكنج باودر وخميره لزوم المعجنات لو انت حابه تعملي معجنات. كيلو عجوه ب 22 جنيه برضو لو حابه تعملي مثلا مره قرص مره مثلا قراقيش براحتك. ب 25 جنيه سمنه لو ب 25 جنيه سمنه لو كيلو سمنه ب 50 جنيه، ولو ب 40 جنيه هيبقى ب 20 جنيه بس. طب 4 كيلو لبن ب 64 جنيه، سعر الكيلو 16 جنيه، يعني بمعدل كيلو لبن في الاسبوع. كده هيبقى عامل معاكي 444 جنيه، هيتبقى معاكي 56 جنيه. تقدري تزودي كمية اللبن، تقدري تزودي مثلا كمية السمنة تعملي معجنات، تقدري تزودي كمية الدقيق، تقدري تزودي كمية البيفي حسب ما انت حابة. الكمية دي مناسبة بالنسبة لك، تقدري ان انت تاخدي الباقي ده تحطيه في اللحوم. في فرق اسعار عندك، فبرضه تقدري بالباقي ده تتحكمي تقدري في الباقي ده تتحكمي في فرق الاسعار او في فرق الكميات تمام. طيب اللحوم حطيت لها كام؟ اللحوم حطيت لها 550 جنيه. هنجيب ب 50 جنيه بانيه نص كيلو، 50 جنيه مفروم نص كيلو، ب 110 كيلو لحمه مكعبات، ب 120 جنيه سمك حوالي 3 كيلو، ممكن مثلا الاكله في حدود الايه الكيلو ونص او حسب ما انتوا بتاكلوا. ب 50 جنيه كبده، ب 50 جنيه صدق، ب 45 جنيه اجنحه كيلو ونص، ب 45 جنيه ب 75 جنيه وراك. طب 75 جنيه وراك ما طلعتش معايا، طلعت مثلا معايا 4 وراك، هنقسمهم على 8 هنطلع منهم 7 قطع نطبخ بيهم، والقطعة الزيادة هنشيلها في الفريزر لما نجيب مثلا مرة تانية تمام. هنحط ده على ده، هنشيلها شهر بحاله، هنشيلها شهر بحاله اكنها فراخ مجمدة. طيب مش عايزه اجيب كده، عايزه اجيب اللي هي القطعه اللي هي من تحت بس في الوراك، بتبقى عامله مثلا الكيلو في حدود ال 40 جنيه، فممكن تعمل معاكي 7 قطع او 8 قطع. ممكن نجيب مثلا الدبابيس تمام. شوفي مثلا الدبابيس الكيلو مثلا في حدود برضو ال 40 او حاجه و40، ونجيب منهم ونطبخ عليها، يبقى انت تقدري برضو تمشي امورك. والله شايفه ان الكميات دي كلها مناسبه بالنسبه لك والاسعار مناسبه بالنسبه لك، وفي فرق هنا 65 جنيه في الفطار و15 جنيه في المنظفات. عندك مثلا هنا 18 جنيه في البقاله، عندك مثلا في الفاكهه 80 جنيه سوري 60 جنيه. فممكن كل ده انت تحطيه على اللحوم، وتقدري برضو تزودي بيه كميه اللحوم. طبعا تقسيمه اللحوم دي بترجع لك انت بتجيبي اللحوم بتاعتك لو هتجيبيها بالشهر، وبتحاولي ان انت تقسمي الدنيا بتاعتك على مدار
الشهر. عايزة أقول لِك على حاجة مهمة جدًا، أجدادنا زمان يعني جدتي وجدتِك كانوا بيطبخوا ممكن يوم واحد في الأسبوع هو اللي نعمل فيه طبيخ، وبقية الأسبوع كانوا بيعملوا برضه فيه أكلات. وارتفاع الأسعار ده يعني على مَر السنين كل عصر أو كل زمن كانوا بيقولوا فيه الأسعار عندهم غالية، وكانوا بيعملوا برضه اللي إحنا بنعمله ده، وإن هم يحاولوا يوفّروا في الأسعار يحاولوا يعملوا أكلات اقتصادية. مش لازم أكلاتنا كلّها تكون لحوم، المهم تكون أكلات صحية فيها خضار وفيها آآ مثلًا حديد وفيها الحاجات ديّة. طَب نجيب الحديد والحاجات ديّة منين؟ ممكن مثلًا من البتنجان نعمل مسقعة تمام، هيبقى فيها بتنجان فيها مصدر حلو للحديد وبروتين نباتي. ممكن نعمل مثلًا بصارة، ممكن نعمل عدس، ممكن نعمل فول بالطماطم وبطاطس محمرة. يعني عايزة أقول لِك إن مش لازم الميزانية كلّها تكون فيها لحوم عشان أقدر أمشّي الدنيا وأمشّي بيتي. طَب يا سمر والله أولادي مش بيحبوا الأكلات دي، اعملي الأكلة وحطّيها كده وقولي لهم هو ده الأكل الموجود، عاجبكم، عاجبكم، مش عاجبكم ما تاكلوش. هُم مع الجوع غصبٍ عنهم هيضطروا إن هُم ياكلوا، هيضطروا إن هُم يقبلوا بالأمر الواقع، ومرّة على مرّة هيتعوّدوا على الأمر الجديد. ميزانيتنا بتبقى هي اللي محكّمانا إزاي نعمل دنيتنا وإزاي نمشّي أمورنا. دي كانت نصيحتي ليكِ، فحاولي إن أنتِ تمشّي أمورِك على أقل الإمكانيات. كده أنا خلّصت الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب يكون مفيد لصاحبته، ويا رب تكون الميزانية برضه مفيدة لصاحبتها، وأتمنى أكون عند حُسن ظنكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.